السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم الحلقة التانية من سلسلة تعلم برمجة روبلوكس للمبتدئين. طبعا زي ما قلت دي الحلقة التانية بتتكلم عن المتغيرات variables. فإيه هي المتغيرات؟ طبعا هنكتبها بالسكريبت ولا اللوكال ولا الموديل، كل ده هنعرفه إن شاء الله دلوقتي. متنساش تصلوا على النبي ولا طيب، أول حاجة احنا لازم نكون فاتحين الأوتبوت لأنه مهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت. دلوقتي هنفتح مثلا هننزل برضه، بلاش نفتح في الورك سبيس. تمام، ننزل ضغط حروف. تمام، بعد كده هنفتح هنا تمام، ندوس على الزائد، بعد كده تكتب هنا سكريبت. تمام، هنضغط على سكريبت ده. تمام، ونكتب دلوقتي بسم الله بسم الله. طيب معلش يا جماعة، دلوقتي احنا عاوزين نعرف ايه هي بالظبط المتغيرات أو الفاريبلز. فدلوقتي عشان تعرف معناها ايه، فانت عندك في الرياضيات زي ما أخدنا غالبا، يعني مع اننا يعني تمام لو أغلبيتنا أكيد خدها. تمام، دلوقتي عندنا التعويض، يعني مثلا عندك سين صاد أو إكس أو واي. يعني مثلا عندك السين أو إكس بتساوي 5، تمام، زائد 3، فهو كاتب لك أصلا، هو كاتب في البداية زي ما احنا هنشوف مثلا إن الإكس بتساوي 5 مثلا. يا جماعة أنا بكتب أي حاجة دلوقتي تفهمك فيه اللي احنا كنا واخدينه زمان في الرياضة أو لسه هتاخده. تمام، فأنت هتقول مثلا 3 بلس، تمام، 3 بلس إكس. تمام، فلما تعمل 3 بلس إكس هيساوي كام؟ فالمفروض إنك أنت بتجمع 5 مع 3، فهتساوي كام؟ هتساوي 8. هو حتى جايب لك 8. طب ازاي بقى نكتبه؟ فاحنا بص دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هو بالأرقام هتنفع، واحنا عاوزين نعمل كتابات أو حاجات. بص كل ده هيبان دلوقتي. تكتب لوكال، تمام، لوكال كله بالسمول. بعد كده هتعمل ايه؟ تعمل مثلا لوكال نمبر، تمام، بيساوي مثلا بيساوي 5. تمام، فتيجي في اللي بعده تكتب ايه؟ تكتب مثلا نمبر. تمام، هنكتب مثلا برنت. تمام، 5 اهو، هنكتب هنا برنت بسرعة بس، برنت، ونكتب هنا نمبر. تمام، فلما انت تعمل برنت نمبر، طبعا المتغيرات دي تقدر تستخدمها سواء برنت أو أي حاجة تانية من اللي هعلمها لك قدام، لأنه اللوكال، لأنه أقرب المتغيرات دي بتخليك تختصر السكريبت. بدل ما تكتب 100 سطر تكتب مثلا 50 زي كده. نيجي بس نعمل run. تمام، فزي ما انت شايف كتب 5. طيب في حاجة أنا نسيت أقولها لكم تقريبا المرة اللي فاتت في البرنت، وهي إن أصلا لازم إن إحنا بنحط إيه. دي قلتها لكم المرة اللي فاتت، إن إحنا بنحط، طبعا مركز كان سألني ليه ما حطيتش هنا مثلا اللي هو علامتين التنصيص دول. محطتهمش عشان نسيت أقول لكم المرة اللي فاتت إن الأرقام بتتفهم على طول عند عند السكريبت نفسه بيفهم على طول. تمام، فمثلا جيم مثلا يا جماعة، احنا أصلا عادة لما نيجي نكتب مثلا جيم، تمام، دوت تمام دوت وورك، جيم دوت ورك سبيس. تمام، في الورك سبيس دوت مثلا بار. فكده كده ايه، كده انت المفترض بتكتب كده. بعد كده يعني كده بيقول لك ان انت عند الجيم ورك سبيس، دخلنا هنا في الورك سبيس عند البارت دوت وتكمل مثلا. فبدل ما تكتب ده انت بتقول مثلا لوكال مثلا، وتكتب مثلا بيز، ماشي، بيساوي اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت ديون. تمام، دوت بار. تمام، فكده احنا فهمناه ان هو بي بتساوي كده.
طالما انت كتبت لوكال بي خلاص هو فهم انه البي بتساوي الكلام ده كله. فعشان نتأكد انه هو صح بيساوي او لا، طبعا فهنيجي نكتب برنت ونكتب بي. فلما نيجي نكتب برنت بي تعمل رن او بلاي، كده ظهر عندك في المخرجات اهو، ظهر عندك البارد. تمام اهو، بيقول لك سكريبت تاني، سكريبت في السطر التاني زي ما وريتكم، زي ما احنا شايفين كده هو اشتغل معاه. طيب وقيس بقى على الكلام اللي انا قلته لك اي حاجة ممكن تخطر على بالك. بس كده يا شباب، ده كان الفيديو، متنساش تعمل لايك وتسوي على النبي.